الوقف اللازم، ونعود أو نبدأ بالقسم الثاني والوقف التام المطلق. التعريف هو الذي يجب الوقف عليه والبدء بما بعده، لأنه لو وصل بما بعده لم يفسد المعنى، ما حصلش حاجة، مش مشكلة يعني. مثل قوله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. هذا وقف. الله عز وجل يستأنف: قل بل ملة إبراهيم حنيفا. لو أراد القارئ أن يصل بين الجملتين لا مانع. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا، مفيش مشكلة خالص. عكس الأول قد يقع التوهم، أما هذا لا توهم فيه، لا توهم فيه. وقوله تعالى: هم درجات عند الله، ثم يستأنف الله عز وجل: والله بصير بما يعملون. وهنا أنبه على أمر مهم. كثير من الآيات عندما نسأل الطالب عن نوع الوقف بالذات في أواخر الآيات على الجملة قبل الأخيرة، كالمثال الثاني هنا في آل عمران: هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. ليه يا شيخ تكون وقف تام؟ ليه؟ صحيح يعني انتبهوا كده، ليه؟ مش في اتصال معنا اهو، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. المعظم كان يقول لنا كافي، لكن اختيار جمهور أهل العلم الوقف الابتداء أن الوقف تام للفصل بين الحكاية عن كلام أي فريق كان وبين استئناف الله عز وجل على الكلام. هذا كلام محكي، وهنا الله عز وجل يستأنف على هذا الكلام. فغالبا أرجو انتبهوا من كلامي، غالبا يفصل بين الكلام المحكي وبين استئناف الله أو رد الله عز وجل على هذا الكلام بعلامة قيل. غالبا أرجو انتبهوا من اللي بقول، يعني في 90% من المواضع تجدون هذا، إلا المواضع التي قد يكون فيها بعض الخلاف الشديد. لكن أنا بتكلم عن قاعدة حتى لا نظل نسأل نفس السؤال. إذا كان هناك كلام محكي وفي آخر الآية غالبا برضه يكون رد من الله عز وجل على هذا الكلام، يضعون علامة قلي للفصل بين هذا الكلام وبين رد الله عز وجل عليه. واضح؟ وسيأتي معنا أكثر من هذا نبينه بهذه الطريقة. مواضع الوقف التام يكون عند أواخر الصور وتمام القصص وانقضائهن، وأكثر ما يكون في الفواصل ورؤوس الآية ونهاية الكلام عن حكم معين، وقد يكون في وسط الآية أو أوائلها، ولا يكون في وسط الكلمة ولا فيما اتصل رسما. يعني يا إخوة مفيش حد يقف في وسط الكلمة ولا فيما اتصل رسما. يعني إيه؟ يعني زي مثلا كلما، فيما، بئسما، هذه في الأصل مرسومة في مواضع كثيرة كلمة واحدة، لكنها في الأصل كلمتين: كل ما، بئس ما، ألا، وهكذا. ما تجيش أنت في الكلمة الموصولة رسما تعمل إيه؟ تقف في وسطها. هذا هو المراد بالكلمة. أمثلة على الوقف التام: إن كان في أواخر الصور وهو ظاهر، كما في قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبالتالي لأن طبعا نهاية كل صورة نهاية الكلام عن موضوعها الخاص. أكرر الوقف التام نهاية الكلام عن الموضوع الخاص وليس المعنى العام للقرآن. وبالتالي يكون لدينا 114 وقف تام. لماذا؟ لأن صور القرآن 114، فنهاية كل صورة وقف تام. ويكون في نهاية القصص نحو قوله تعالى: إن العاقبة للمتقين في سورة هود، نهاية قصة سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم يبدأ القارئ: وإلى عاد أخاهم هودا.
ونحو سورة الشعراء عند نهاية كل قصة من قصص الثمانية للأنبياء يقول تعالى: وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم كذب، قوم عاد كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، وهكذا. ثم انتبهوا من هذا الأثر. وعن ميمون بن مهران: كانت القراء أي الصحابة، قراء يقصد ميمون الصحابة لأنه هو من التابعين بل من كبار التابعين، فهو لما يتكلم عن من قبله يبقى يقصد الطبقة التي قبله اللي هم مين؟ الصحابة. هو كده بيصف لنا مين؟ صلاة الصحابة. خلوا بالكم، كانت القراء أي من الصحابة يقرأ منهم من يقرأ القصص طالت أو قصرت طلبا للتمام. ركزين، مش هيقول بقى أصل القصة طويلة يا شيخ 4 صفحات، هو اختار أن يقرأ بقصة يبدأها وينهيها. لماذا؟ لأن بداية القصة الحكاية وفي نهايتها العبرة والعظة، فمن يقطع في نهاية القصة أو قبل النهاية يضيع الفائدة من ذكر القصة. إذن الصحابة كانوا يصلون ويقرؤون بتدبر، عارفين أين يبدأ وأين ينتهي. ثم النوع الثالث يكون الوقف التام على رأس الآية، نحو قوله تعالى: وأولئك هم المفلحون في سورة البقرة، وهي نهاية الآيات المتعلقة بأحوال المؤمنين، وما بعدها كلام خاص بالكافرين، يبدأ من إن الذين كفروا حتى قوله تعالى: ولهم عذاب عظيم، وهو نهاية الكلام على الكافرين، وبعدها الكلام يبدأ عن أحوال المنافقين. من أين؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله. هذا بدء تام. هذا بدء إيه؟ تام. يعني يجوز يا شيخ واحد يصلي بالناس صلاة المغرب فيقرأ أول البقرة لغاية وأولئك هم المفلحون ويركع، ويبدأ الركعة الثانية إن الذين كفروا لغاية ولهم عذاب عظيم ويركع. نعم، بدء تام ووقف تام في الركعة الأولى، وبدء تام ووقف تام في الركعة الثانية. نعم. ثم ما يأتي يصلي العشاء يبدأ من ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وهم بمؤمنين. وده بدء يا شيخ؟ أيوة يا ابني، ده بدء تام. أيوة ده بدء تام ينفع، بس ينهي فين بقى؟ على إن الله على كل شيء قدير. نهاية الكلام عن مين؟ عن المنافقين. النوع الرابع للوقف التام أن يكون قبل نهاية الآية، نحو قوله تعالى: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، ثم وكان الشيطان للإنسان خذولا. فالوقف على بعد إذ جاءني نهاية كلام الظالم أبي بن خلف، كلامه خلص، ثم يستأنف الله عز وجل على هذا الكلام ويقول: وكان الشيطان للإنسان خذولا، كما جاء في سورة الفرقان. ونحو قوله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، في سورة الأحزاب. ثم يستأنف الله عز وجل بعد أن ذكر لنا حكاية عن هؤلاء الأنبياء الذين لا يخشون إلا الله: وكفى بالله حسيبا. فالوقف على إلا الله آخر الثناء على الأنبياء. خامسا الوقف التام يأتي بعد انقضاء الآية بكلمة في أول الآية، نحو قوله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ثم نبدأ في الآية التي بعدها: في الدنيا والآخرة. فبداية الآية نهاية جملة في الدنيا والآخرة هو نهاية المعنى، لأن بعد كده يسألونك عن اليتامى. فالوقف على رأس الآية لعلكم تتفكرون. لو وقفنا هذا وقف حسن. وقف إيه؟ حسن، لأنه أعطى معنى لكنه متعلق بما بعده لفظا ومعنى، لأن في جار ومجرور متعلقين بنفس الكلام. واحد يرفع يقول لي: يا شيخ طب دي رأس آية. نعم، قف، أنا أتكلم لو نزعنا رأس الآية ووصلنا الجملتين ببعض سيكون الوقف على كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون وقف حسن جائز. نحن نتكلم هنا عن البدء،
في الدنيا والآخرة هل يجوز؟ يجوز على أنه رأس آية، ويجوز في قول آخر كما سيأتي معنا الجمعة القادمة إن شاء الله في المحاضرة الجاية لما نستطرد ونفصل في الكلام عن الوقف الحسن أو الوقف القبيح. المرة الجاية إن شاء الله نتكلم هنا، المحاضرة القادمة إن شاء الله نتكلم بالتفصيل عن هذه المسألة، عشان ده الخلاف في الوقوف على رؤوس الآية. أنا أتكلم هنا اليوم عن في الدنيا والآخرة التمام للمعنى بعد الآية. التمام قد يأتي مش في نفس الآية، يكون بعد الآية. أما سؤالك المحاضرة القادمة إن شاء الله. ونحو قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين في سورة الصفات في قصة سيدنا لوط. وإنكم أي أنتم تمرون على هؤلاء مصارع هؤلاء القوم لما ربنا أهلكهم، أنتم في تجارتكم تمرون على المصارع بتاعتها، الأماكن لا زالت موجودة إلى الآن. فربنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني على حكينا عن الله عز وجل في القرآن بيقول إيه؟ وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، هذه رأس الآية. وبالليل، مصبحين نهارا ومساء وأنتم إيه؟ بالليل. أفلا تعقلون؟ فالوقف على بالليل تام للمعنى، والأتم هو ده قول الشيخ الحصري، الشيخ الحصري المعاصر. خلي بالكم احنا عندنا شيخان، حصري قديم من القرن الثالث والرابع الهجري، وعندنا حصري معاصر. ففي كتب السلف في الوقف الابتداء قد بعض يعني ايه في كتب السلف القديم يقصدون الحصري الايه القديم. اما الشيخ الحصري المعاصر له مؤلفات في التجويد والقراءات والوقف والابتداء. فالشيخ الحصري رحمه الله رحمة واسعة المعاصر يرى أن الأتم أفلا تعقلون. ليه؟ لأنه هو نهاية الكلام عن هذا الاستنكار. مش تاخدوا بالكم؟ انتوا بتمروا عليهم كده وبتعدوا كده وخلاص، مش تتباكوا، مش تخلوا بالكم لحسن تعاقبوا بنفس العقاب، لا تفعلوا فعلتهم وهكذا. واضح؟ ولعل هذا يناسب اختيار الشيخ الأشموني لما قال هناك تام وأتم. تام وإيه؟ وهذا يجمع بين القولين. نصر الشيخ الحصري معترض على وضع قيلي في على وبالليل، يقول كيف توضع قيلي هنا وأما أفلا تعقلون استئناف أو استنكار على مين؟ مش على هذا المعنى. فبقول الشيخ الأشموني أن هناك تام وأتم يجمع بين الإيه؟ بين القولين. علامة الوقف التام المطلق وضع كلمة قلي على الكلمة التي يحسن الوقف إيه؟ عليها. حكمه يجب الوقف عليه والابتداء بما بعده، والوقف عليه أولى من الوصل.